شو لازم نعمل لنتجنب قوانين منع ذبح المواشي والدواجن ومشتقاتها، وإجبارنا على أكل الحشرات المقززة والمحرمة أصلا حسب الشريعة الإسلامية، بحجة حماية البيئة يلي خربوها طيلة 200 سنة من الصناعات الثقيلة والحروب الضخمة يلي خربت البيئة فقط للقتل والسيطرة التوسعية وجمع الأموال. والآن يريدون إجبار البشر على أكل الحشرات بعدما سيطروا على اقتصادات العالم. معامل تصنيع الأسلحة وتوابعها تستهلك من مقدرات الأرض أكثر بكثير مما يستهلكه البشر جميعا، والهدف هو السيطرة. وهلأ صار بدهم يخفضوا عدد سكان العالم، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقوله: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وهون الإمارات تكفلت بإقناع جميع مسلمي الأرض بهي الوجبة الخفيفة. التضامن مع الإعلام الأوروبي والآمر الأمريكي فرض، صار لازم نطالبهم بإغلاق معامل الأسلحة حفاظا على البيئة. أهم الأسلحة صديقة للبيئة. وإنت شو رأيك؟ ضع رأيك بالتعليقات. إلى اللقاء.